وليس شرطا أن يكون أبوك وأمك على مزاجك، ما عاد لك فضل، لا، أصلا لا يبرز دورك في البر إلا إذا معك أبو وأم يعاندونك. وش تسوي؟ تطيعهم. طيب كانوا عصاة تطيعهم إلا في المعصية. طيب كفار تطيعهم تحسن إليهم إلا في الكفر. ليش؟ الله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني في الشرك. وبعدين قال وصاحبهما في الدنيا معروفة إلي مرجعكم. اللي يحاسب أبوك ما هو أنت، لأن بعض الشباب من يوم يلتزم ويتدين يقول أبويا قليل دين. الله أكبر، إذا أنت شيخ ذا الحين أبويا ما يصلي في المسجد، أبويا يدخن، أبويا ما لك علاقة، ولا يقبل منك أبوك أنك تنصحه. أنت علاقتك بر وخدمة وطاعة وإحسان لهذا الأب، أما تحاسبه الله هو الذي يحاسب.